السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي أهل السنة والجماعة. نكمل ما بدأنا بوضع الأدلة من كتب القوم على بطلان معتقداتهم وبدعهم، ونضع بارك الله فيكم هنا من كتاب حصن مسلم عندهم، ونجد هنا الفرق بين حصن مسلم وحصن مسلم أهل السنة والجماعة. هنا قبل الوضوء، قبل وضوءهم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهنا يقول بعد الوضوء اللهم اني اسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة والجنة. لا سند ولا متن ولا حديث ولا رواية ولا أي شيء. نجد هنا في أهل السنة والجماعة في حصن مسلم يقول بسم الله، هذا قبل الوضوء، ويقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أستغفرك وأتوب إليك. هذا موجود في بارك الله فيكم رواه مسلم في جزء 1 صفحة 209، وأيضا موجود في النسائي عمل اليوم والليلة، وانظر إرواء الغليل جزء 1 صفحة 135، وأيضا جزء 2 صفحة 94. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.